السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يجعل أيامكم كلها أعياد ان شاء الله. أول فيديو لينا ان شاء الله في تجهيزات العيد. في النواعم بتاعة العيد بدأنا بالبسكوت اهوت. احنا عملناه بالكيس وعملناه بالمكنة. دوت بالكيس وده بالمكنة بالشكل الجميل ده، وكان ناعم وتحفة بالشكل ده كده. جربي الطريقة بتاعتي دي وان شاء الله هتبقى ناجحة معاكي، وهتعملها على طول ان شاء الله، وهتعتمديها ان شاء الله. على المقادير بقى وطريقة التحضير. انا جبت كيلو من الزبدة تكون طرية. انا كاتبالكوا المقادير برضو اهو. كيلو زبدة ومعاه كيلو سكر، كيلو سكر بودرة. سكر بودرة ده انا ضرباه في البيت، انا ما بحبش اجيب اللي بيتباع بره، بيبقى عليه كمية من النشا يعني، وساعات بيبقى فيه رطوبة. انا هحط الزبدة كده، احط عليها كوباية ونص من الزيت، وهحط عليها السكر ونضربهم بالمضرب البيض لحد ما تبقى الزبدة دي كريمة، تبقى زي الكريمة كده. هننزل بالسكر كده ونضربهم بقى كلهم كده مع بعض. نعمل بس كده بس عشان السكر ما يهبش علينا كده. هنضرب الكمية كلها كده مع بعضيها زي ما قلت لكم تبقى كريمي، وبعد كده نحط بقية المكونات بالشكل ده كده. يضرب حلو يعني بمضرب البيض. انتي لو ما عندكيش مضرب بيض، هاتي حاجة واسعة كده تعجني فيها، وتفضلي تعمليه بكف ايدك كده الزبدة لغاية ما تلاقيها ابيضت معاكي. كان زمان ما فيش مضرب بيض، ولا كان في عجان، ولا كان في اي حاجة. امهاتنا ربنا يشفيهم ويديهم الصحة يا رب، كانوا بيجيبوا العجان كده بتاعهم بكف ايدهم، ويفضلوا يضربوا في الزبدة لغاية ما تبيض معاهم. هي بقى زي الكريمة اهي. هنزل بقى بالنشادر، دول 3 معالق من النشادر على البيض. دول 15 بيضة. الدقيق 3 كيلو وربع. انا حطيت 3 كيلو الاول للبسكوت اللي هو بالكيس، وبعد كده بعد ما خلصت الكمية اللي بالكيس حطيت ربع كيلو تاني زيادة. عشان ايه؟ شغل المكنة، عشان بسكوت المكنة. انا حطيت كده النشادر على البيض، وتنزلي البيض وتضربيه لغاية ما يختفي، وبعد كده تنزلي بالكمية التانية بالشكل ده كده. على حسب البيض ده كان صغير، فانا ايه كترت البيض شوية. لو البيض معاكي كبير ممكن تحطي 12 بيضة بس، لان البيض كان صغير شوية. هننزل بالبيض كده شوية شوية، ونضربه نلاقيه اختفى، نروح نازلين بالكمية التانية بالشكل ده كده، ونفضل بقى نضرب تاني. دي معلقة فانيليا بودر، دي فانيليا خام بودر، هتجيبها من عند العطار. هتفضلي برضو تضربي كده بمضرب البيض اهي، رجعت زي الكريمة تاني اهيت، بقت كريمية تاني اهي. طبعا العجان اتملى. هنزل بقى بكوباية ونص من اللبن، وطبعا كل السوائل اللي بتبقى في البسكوت بتتبخر طبعا في الفرن بالشكل ده كده. هنزل بها شوية شوية، انزل بشوية واضربهم لغاية ما تختفي برضك.
طبعا انا بعتذر على الاصوات اللي جايه من بره ديت. هنضرب بقى الكميه كلها كده، ننزل بالكوبايه ونص من الحليب، ونفضل نضربها برضو كويس كده لغايه ما تختفي معانا برضو. انا طبعا الدقيق هنقله في حاجه واسعه شويه، وهنزل بالخليط الكريمي دوت عليه بالشكل ده، بس هو بياخد وقت في الضرب يعني. بالشكل ده ننزل بشويه شويه من الحليب، كل ما ننزل بشويه لازم نضربهم لغايه ما يختفوا بالشكل ده. طبعا البسكوتات لها طرق كتيرة جدا يا جماعة، يعني مش طريقة واحدة. البسكوت كله مش بطريقة واحدة، في طرق كتيرة للبسكوت، في طرق اقتصادية وفي طرق ما فيهاش بيض، هبقى اعملها لكم ان شاء الله بالشكل ده. انا نقلت الدقيق اهوت في حاجة واسعة، وهنزل عليه بكيس من البيكنج باودر على الدقيق كده، ومعلقة من الملح، معلقة صغيرة من الملح، وهنقلبهم كده. وبعد كده هننزل بالخليط الكريمي ده بتاع الزبدة، هننزل عليه بالشكل ده. طبعا انا عاملة كمية يعني بالشكل دوت. دول ايه، دول كانوا 3 كيلو دقيق بس، وايه، وركنة ربع كيلو برا، 250 جرام يعني بالشكل ده. نعجن بقى بايدينا. هو مش عجن يعني، ما يعتبرش عجن، انت بتلم العجين الدقيق كله مع الزبدة وخلاص يعني. بعد ما عجناه كده بالشكل ده، عجينة الكيس بتبقى طرية عن العجينة بتاعة المكنة. عجينة المكنة بتبقى ناشفة عن كده شوية عشان بتزودي دقيق بالشكل ده. انا لقيت الصينية بتتحرك، جبت تحت، حطيت تحتها ايه، مناديل كده عشان ما تتحركش بالشكل ده. طبعا المشط دوت اللي هو الوسط، في اكبر من كده وفي اصغر من كده. ده المشط دوت اللي هو القمع ده، الوسط. اوريكي تاني اهوت. طبعا ما تحطيش عجين كتير في الكيس عشان تقدري تتحكمي فيه بالشكل ده. انت بتتحكمي بقى في طول البسكوتة ده. طبعا كده ده بسكوت النشادر. طبعا لسه في انواع بسكوتات تانية هنعملها مع بعض ان شاء الله، ولسه ان شاء الله بأمر الله البيتي فور كل النواعم بتاعة العيد ان شاء الله بالشكل ده. لازم تكوني متحكمة في مسكة الكيس، تكوني بتعرفي تمسكي الكيس اصلا عشان ايه تطلع معاكي الحاجة مظبوطة بالشكل ده كده. هو سهل يعني، مش صعب، مفيش حاجة ان شاء الله صعبة، لو حاجة بتعمليها في البيت للولاد وتفرحي ولادك في العيد وكده. وانت مش لازم تعملي الكمية دي، ممكن تعملي كيلو، ممكن تعملي على حسب امكانياتك يعني. وفي بسكوت بيبقى بالسمنة مش بالزبدة، هنعمله ان شاء الله مع بعض. وفي بالزيت. هنخش بقى على اللي هو اللي بالمكنة. انا طبعا زودت الربع كيلو دقيق التاني على كمية البسكوت. هنشتغل بالمكنة اهو. انا طبعا بنتي بتعمل معايا اهوت، تحب اوي تشغلي المكنة، تبقى فرحة حلوة اوي للولاد.
بالشكل ده. بصوا شكله حلو ازاي، البسكوتة حلوة وجميلة ازاي. بألف هنا وشفا يا رب، بألف هنا وشفا. ربنا يجعله عيد خير وفرحة علينا جميعا يا رب. بالشكل ده. وممكن تغيري الوش على حسب ما انت عايزة، يعني الوشاش اللي بتحط في المكنة دي فيه كذا وش، يعني كذا شكل. انت ممكن تغيري الشكل اللي انت عايزاه، وانت بتتحكمي طبعا في مقاس في حجم البسكوتة والطول بتاعها. بالشكل ده كده. شوفي دي متماسكة ازاي عن التانية، عن بسكوت الكيس، متماسكة جدا عن بسكوت الكيس. بالشكل ده كده. بتبقى فرحة حلوة للولاد لما بتعمل لهم الحاجة دي في البيت، بيبقوا فرحانين جدا بيها. بالشكل ده. طريقتها سهلة وبسيطة، واي حد يعني يقدر يعملها. بالشكل ده. لو وصلتوا معايا بقى في الفيديو لغاية هنا، ما تنسونيش طبعا في الاشتراكات واللايكات يا جماعة، و... وتعليقاتكم الحلوة اللي بتسعدني دايما. بالشكل ده. شوف نازلة حلوة وجميلة ازاي من المكنة، تحفة والله تحفة. وناعمة جدا البسكوتة، كانت ناعمة جدا وحلوة. والسكر مش لا زيادة ولا قليل. السكر كان مظبوط. انت لو بتحب السكر عالي شوية زيادة شوية، ممكن تزودي معلقة كمان. كان بالشكل ده. وبألف هنا وشفا يا رب، بألف هنا وشفا، وكل سنة وانتوا طيبين.